اليوم رح نشرح ليش الحكومة الصينية عم تمنع مئات الأغاني الأويغورية بشكل ممنهج. خلينا نبدأ بعنوان الأغنية. هاي الكلمة معناها أغنية عن حب الأم، يعني موضوع عالمي كلنا بنعرفه. وهي أغنية ثانية عنوانها بترجم لا كمان موضوع شائع بالموسيقى حول العالم. طيب وهالأغنية هي ترجمتها هي أغاني عن العيلة والحب والوطن، هي جزء من أي ثقافة. بالنسبة لكتير من الأويغور هذا هو الواقع. هي الأغاني المألوفة صارت إشكالية وممنوعة قانونياً. تسجيل مسرب يكشف وجهة نظر الدولة. الموسيقى هي خط المواجهة الأول للأمن القومي. الحكومة عملت 7 فئات رسمية للأغاني الممنوعة. الفئة الأولى هي الأوسع، يعني أغاني عن الهوية، الوطن والعيلة كلها بتوقع تحت هاي الفئة. وهون منشوف التناقض بوضوح. أغنية عن اللغة الأم تهمتها التحريض. الفئة الثانية بتستهدف أي أغنية ممكن تتفسر كأنها ضد الحكومة أو الجيش. الفئات اللي بعدها بتركز بشكل كبير على الدين. أي إشارة للإسلام حتى لو بأغنية شعبية بتعتبر ترويج للتطرف أو السلبية. والفئات الباقية بتمنع الأغاني اللي بتنتقد المسؤولين أو اللي بتعتبر غير أخلاقية. النقطة المهمة هي إنه أغلب هي الأغاني ما كانت جديدة أو سرية. الأغاني نفسها ما تغيرت، اللي تغير هو تعريف الدولة للتهديد. والعواقب حقيقية، مجرد بوست بسيط على الإنترنت ممكن يؤدي للاعتقال. هيدا عدد الهواتف الذكية المسجلة بمقاطعة واحدة بس، فتخيلوا حجم المراقبة المحتملة. النظام بيشجع الناس يراقبوا بعضهم ويبلغوا عن أي أغاني مشبوهة. رسمياً الأغاني المحظورة حوالي 120، لكن التسريبات بتظهر إن العدد أكبر بكثير. اليوم الأغاني عن العائلة والدين والذاكرة ما عادت فن، صارت دليل إدانة. السؤال هو لما أغنية عن حب الأم تصيغ تهديد؟ شو هو الشيء اللي عم يتم إسكاته فعلاً؟ في بعض الأحيان أبسط أشكال التعبير الثقافي، أغنية مثلاً، ممكن فجأة تتحول لمسألة أمن قومي. اليوم رح نشوف كيف ألحان بريئة ممكن تصير جرائم. كل هذا بناء على تسجيل مسرب بيكشف عن سياسات دولة بأكملها. القصة كلها بتبدأ من هنا بسؤال بسيط ومؤثر جداً: أين والدي؟ هذا مش مجرد عنوان أغنية، هذه صرخة طفل وقصة إنسانية عميقة عن الشوق والفقدان. طيب هذا هو السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف ممكن التعبير الفني عن الأسرة والوطن يتحول فجأة لفعل يعاقب عليه القانون؟ خلونا نكتشف الموضوع سوا. عشان نفهم هذا التناقض الغريب لازم الأول نغوص في روح الموسيقى هذه. هي أصلاً ما بتتكلم عن سياسة، بتتكلم عن مواضيع عالمية تمس قلوبنا كلنا. يعني كثير من هذه الأغاني هي ببساطة رسائل حب. أغنية زي أم الحبيبة بتتكلم عن أعمق رابط إنساني ممكن تخيلوا، علاقة الأم بطفلها. وبرضو بتتكلم عن الصداقة، عن المجتمع، عن العلاقات اللي بتشكل حياتنا اليومية. وأكيد فيها حب الوطن. أغنية زي وطني هي تعبير عن الانتماء والهوية، وهذا شيء أساسي في أي ثقافة. مواضيع بسيطة وإنسانية، لكن هون بالضبط كل شيء بيتغير. هذا الاقتباس من جلسة تلقين عقائدي رسمية تم تسريبها، بقلب الموازين كلها. فجأة الموسيقى ما عادت فن، صارت ساحة معركة إيديولوجية. هون منشوف بوضوح كيف الدولة بتنظر لهذه الأغاني كتهديد مباشر لازم يتم التعامل معه. وبناء على هذه النظرة تم إنشاء إطار عمل كامل ومنهجي عشان يحددوا ويحظروا الموسيقى. خلونا نلقي نظرة على كيفية بناء هذا النظام. الدولة وضعت 7 فئات واسعة جداً لتصنيف الأغاني الإشكالية. من خلال هاي القائمة واضح أنه أي تعبير فني تقريباً ممكن بطريقة أو بأخرى يقع تحت طائلة هذا القانون. الفئة الأولى مثلاً بتستهدف بشكل مباشر الأغاني اللي بيزعم إنها بتشوه التاريخ أو بتدعو للانفصال. لكن لما نشوف الأغاني اللي فعلاً تم تصنيفها تحت هاي الفئة بتظهر مفارقة غريبة جداً. وهنا يكمن العجب. أغاني بعناوين مثل وطني، لغتي الأم، وحتى صداقة صارت تتصنف على أنها تحريض على الكراهية. هذا بيوضح الفجوة الكبيرة بين التعبير الثقافي البريء والتصنيف الرسمي للدولة. طيب ننتقل للفئة الثالثة اللي بتركز على التعبير الديني.
هنا أي إشارة للدين أو للعقيدة بيتم تصويرها على أنها محاولة لفرض أيديولوجية معينة. هذا مثال صارخ على كيف تحية إسلامية منتشرة في كل مكان زي السلام عليكم أو أغنية بتحتفل بشهر رمضان ممكن فجأة تعتبر تهديد للأمن القومي. هذه إعادة تعريف كاملة لتعبيرات ثقافية يومية. أما الفئة الخامسة فهي بتستهدف أي أغنية تعتبر سلبية، يعني أي أغنية بتعبر عن حزن أو شكوى أو صعوبات الحياة، وهي مشاعر إنسانية طبيعية جداً، ممكن تتصنف على أنها بتتجاهل الواقع وبالتالي تعتبر محظورة. وهنا يمكن النقطة الأهم والأخطر في كل القصة. الحظر هذا مش موجه ضد أغاني جديدة أو سرية، بالعكس كثير منها كان جزء من الثقافة العامة وكانت تبث على التلفزيون الرسمي. هذا يعني أن التجريم بيصير بأثر رجعي، نعم بأثر رجعي، يعني اللي كان قانوني مقبول امبارح صار جريمة خطيرة اليوم. خلونا ننتقل من الكلام النظري للواقع. كيف كل هذه القوانين بتترجم لعواقب حقيقية في حياة الناس؟ إيش هي تكلفة الاستماع لهذه الأغاني؟ 10 أيام، هذه العقوبة القياسية اللي تكررت في الحالات اللي تم دراستها. 10 أيام احتجاز، مجرد رقم بسيط لكنه بيمثل ثمن باهظ جداً لعمل بسيط زي مشاركة أغنية على الإنترنت. هذه أمثلة حقيقية من المصدر بتوضح كيف أفعال تبدو عادية جداً، زي استخدام أغنية كموسيقى خلفية لصورة شخصية على السوشيال ميديا، بتؤدي مباشرة للاحتجاز تحت قوانين مكافحة الإرهاب. التعليمات اللي قدمت للمواطنين بتحول الجميع لمخبرين. السياسة هذه بتشجع على الرقابة الذاتية والإبلاغ عن الجيران والأصدقاء، وهذا بمصدق النسيج الاجتماعي وبيخلق جو من الخوف والشك الدائم. كل هذا بيوصلنا لصراع أكبر حول معنى هذه السياسة، فيه تفسيران متناقضين تماماً للي بيحصل، وكل تفسير بيرسم صورة مختلفة جذرياً. من جهة، النقاد بيشوفوا إن هذه السياسة هي محاولة لمحو ثقافة كاملة بشكل ممنهج تحت ستار الأمن، ومن جهة ثانية الدولة وحلفائها بيدافعوا عن هذه الإجراءات باعتبارها استراتيجية ناجحة لمكافحة التطرف وتحقيق التنمية الاقتصادية، وبيشيروا إلى أن دول إسلامية كبيرة ما أدانت هذه السياسات. وفي النهاية هذا التحليل بيتركنا مع السؤال جوهري ومقلق: لما الفن يتحول من تعبير عن الروح الإنسانية إلى دليل في قضية أمنية، إيش هي الخسارة الحقيقية للمجتمع والثقافة؟ سؤال يستحق نفكر فيه لوقت طويل. اليوم المصادر اللي بين إيدينا غريبة شوي وفريدة من نوعها. المصدر الأول هو مجرد قائمة، بس قائمة طويلة جداً بأسماء أغاني أيغورية مترجمة لعدة لغات منها العربية. خليني أقرأ كم عنوان لفت انتباهي: وطني، لغتي الأم، أمي الحبيبة، صدعقة. يعني عناوين بسيطة وعاطفية جداً. بالضبط، تبدو بريئة تماماً، صح؟ أغاني عن الحب، الحنين، العيلة، مواضيع بغني عنها الناس بكل مكان بالعالم. وهون بتبلش الحيرة، كيف ممكن أغنية اسمها صداقة تعتبر خطيرة؟ شو القصة وراء هاي القائمة؟ هذا هو تماماً السؤال اللي رح نغوص فيه اليوم. هي القائمة مش مجرد قائمة أغاني، هي بتشبه خلينا نقول لائحة اتهام. والمصدر الثاني اللي معنا هو مفتاح حل هاللغز، هو مقال من كاشغار تايمز عنوانه الأغاني الإشكالية. والمقال هذا ما بيحلل الوضع من بعيد بس، لا، بيكشف عن إشي مذهل: تسجيل صوتي كامل مسرب لجلسة تلقين عقائدي حكومية صينية. جلسة تلقين عقائدي؟ نعم، للموظفين المحليين. وبهذا التسجيل بنسمع مسؤول حكومي بيشرح بالتفصيل ليش الدولة بتعتبر مئات الأغاني الأيغورية ومنها اللي ذكرتيها إشكالية ومحظورة تماماً. إذن هدفنا اليوم مش بس نستعرض قائمة أغاني ممنوعة، إحنا بنحاول نفهم الآلية نفسها، كيف بيتم تفكيك ثقافة كاملة قطعة قطعة، وكيف بتحول تعبير فني طبيعي وعادي زي الموسيقى لسلاح مزعوم وتهديد للأمن القومي، وكيف هذا الإشي بغير كل تفاصيل حياة الناس اليومية. بالضبط، هي قصة عن كيف ممكن الأغنية تتحول من مصدر للفرح والذاكرة لمصدر للخوف والشك. حسناً، خلينا نبدأ نفكك هالموضوع. أول إشي صادم بالمقال والتسجيل هو إن هاي الأغاني مش زي ما ممكن حدا يتوقع، يعني مش أناشيد سياسية جديدة أو دعوات سرية للتمرد. أبداً، العكس تماماً. معظمها أغاني قديمة متوارثة بين الأجيال، والكثير منها، وهون المفارقة الكبيرة،
تمت الموافقة عليها أصلاً من الرقابة الرسمية وانبثت على التلفزيون الحكومي لسنين. فالسؤال الأساسي هو شو اللي تغير؟ هل الموسيقى فجأة صارت خطيرة؟ أو هل موقف الدولة هو اللي تغير؟ الجواب واضح جدا من المصادر. الموسيقى ما تغيرت. اللي تغير بشكل جذري هو مدى تسامح الدولة، يعني تسامحها مع أي تعبير أويغوري بحافظ على الذاكرة أو الهوية أو أي مرجعية أخلاقية خارج السيطرة المطلقة للحزب. الحجة الأساسية اللي بيقدمها الفيديو الحكومي اللي انعرض بهالجلسة المسربة هي إن الأيديولوجية هي خط المواجهة الأول للأمن القومي. الأيديولوجية هي خط المواجهة الأول. هي جملة قوية جدا، معناها إنه المعركة مش بالأسلحة، المعركة بالأفكار والقلوب. تماماً. وحسب هذا المنطق الأغاني بطلت مجرد ترفيه، تم إعادة تصنيفها كأدوات محتملة بها المعركة الأيديولوجية. الدولة بتدعي إنها بتستخدم من القوى الغربية المعادية واللي بتسميهم الشرور الثلاثة: الانفصالية والتطرف والإرهاب. فجأة أغنية حب حزينة ببطل معناها ألم شخصي، وممكن تتفسر على إنها تعبير عن السخط من سياسات الدولة. وهون الموضوع بصير منظم وممنهج بطريقة صراحة بتخوف. السلطات ما اكتفت بس تقول هاي الأغاني ممنوعة، لا، هم صنفوها وحللوها وقسموها ل7 فئات محددة من الإشكالية. خلينا نستعرض كم فئة منها لأنها بتكشف طريقة التفكير وراء هاي الحملة. الفئة الأولى مثلاً هي الأغاني اللي بتتهمها السلطات بتحريف تاريخ الأويغور والتحريض على الكراهية العرقية والانفصال. والأمثلة تحت هاي الفئة هي اللي بتخلي الموضوع سوريالي. إحنا ما بنحكي عن دعوات صريحة للتمرد. أغنية اسمها أويغوري الخاص بي، أويغرموم، مجرد التعبير عن الانتماء لهوية معينة بيقع تحت هاي الفئة. معقول؟ وأغنية وطني يرتوم اللي هي أغنية عن حب الأرض اللي الواحد تربى فيها بتعتبر تحريض على الانفصال. بس يمكن المثال اللي بيوجع أكتر هو أغنية اسمها أين والدي أتوا أنم خيردي. هاي أغنية مؤثرة جداً، وواضح أنها بتحكي عن ألم الفقدان والبحث عن الأهل. كيف ممكن هذه تصنف تحريض على الكراهية؟ هذا هو جوهر الآلية. بيتم تجريد الفن من سياق الإنساني والعاطفي وبينفرض عليه سياق سياسي بحت. بهذا الإطار التعبير عن ألم شخصي بفقدان الأهل بيتفسر على إنه هجوم سياسي مبطن ونقد لسياسات الدولة اللي ممكن تكون فرقت العائلات. يعني بيتم إعادة تأطير كل تعبير عن الهوية أو الحنين أو الألم ليصير دليل على نوايا سياسية معادية. الفئة الثانية مش أقل غرابة، بيتهموا الأغاني بالتحريض على الإرهاب والتطرف وتشويه سمعة الحزب الشيوعي الصيني. والأمثلة هون بتشمل أغنية انهض ووداعاً. مرة تانية أي تعبير عن الحزن أو الشوق أو حتى دعوة للنشاط بتتفسر على إنها هجوم مباشر على الدولة. والأمر المذهل فعلاً واللي بيبين بوضوح بالفئات الثالثة والرابعة والخامسة هو التركيز الهائل على أي إشي له علاقة بالدين. هون الخط الفاصل بين التعبير الثقافي والتطرف بكاد يكون معدوم. أي أغنية تذكر كلمة الله أو بتحكي عن شهر رمضان أو أي مفهوم إسلامي أساسي بتتهم فوراً وبشكل تلقائي بإجبار الناس على الإيمان بالدين أو فصل الناس عن الحياة الدنيوية. بالضبط. الإشي اللي جد ما بنستوعبه هو أغنية تهويدة الله، اللي هي مجرد تهويدة تقليدية بتغنيها الأمهات لأطفالهم عشان يناموا. كيف ممكن تهويدة أطفال تكون متطرفة؟ لأنها ممكن تحتوي على إشارة ثقافية أو دينية مهما كانت بسيطة. التسجيل الحكومي المسرب بيروح لأبعد من هيك. المسؤول بيوضح إنه مجرد وجود كلمات زي حلال وحرام بأي أغنية بيعتبر دليل قاطع على نشر أيديولوجية إسلامية شمولية. يعني بتعاملوا مع المفردات الدينية الأساسية كأنها رموز سرية لتنظيم إرهابي. تماماً. وهذا بيوصلنا لنقطة مهمة جداً ذكرتها المصادر، وهي فكرة الرقابة بأثر رجعي. هاد مش بس حظر لأغاني جديدة، هاد إعادة كتابة للماضي. هاي هي النقطة الحاسمة عشان نفهم حالة الخوف اللي بيخلقها هالنظام. أغلب هاي الأغاني بما فيها التهويدات والأغاني الفولكلورية كانت مسموحة ومنتشرة لعقود، كانت جزء من الثقافة المقبولة رسمياً. صحيح. تجريمها هلأ بيعني إنه الشرعية مش ثابتة، هي زي ما بوصفها المقال مرنة وبتتغير مع الأولويات السياسية بدل ما تكون مبنية على قانون واضح.
وهاد بيخلق حالة من عدم اليقين الدائم. يعني أي تعبير ثقافي بريء من ماضيك ممكن فجأة يصير جريم اليوم، ما بتقدر توثق حتى بذكرياتك. وهاد مش مجرد نقاش نظري عن سياسة ثقافية، له عواقب حقيقية ومباشرة على حياة الناس. التسجيل المسرب ما بيحكي بس عن فئات الأغاني، بيقدم دراسات حالة محددة كأمثلة تحذيرية للموظفين، قصص حقيقية لناس تعاقبوا. نعم، وهاي الأمثلة هي اللي بتخلي الموضوع ملموس. الحالة الأولى اللي انذكرت هي لشاب عمره 22 سنة، جريمته كانت إنه استخدم أغنية محظورة هلأ اسمها أو ديدي يقياق كموسيقى خلفية لصورته الشخصية على تطبيق كوايشو اللي هو تطبيق بيشبه تيك توك. موسيقى خلفية لصورة شخصية؟ وشو كانت العقوبة على إشي زي هيك؟ احتجز لمدة 10 أيام، 10 أيام في الحجز الإداري. 10 أيام؟ الرسالة هون مش بس للشاب بل لكل حدا بيسمع قصته. حتى أبسط أشكال التعبير الشخصية على السوشيال ميديا مراقبة بشكل شديد وممكن تؤدي لعواقب وخيمة. وما كانت حالة معزولة، في حالة تانية لشاب عمره 21 سنة. صحيح، هذا الشاب كمان احتجز لمدة 10 أيام. جريمته كانت إنه عمل شير لأغنيتين على جروب خاص بتطبيق ويتشات. الأغنيتين هما هل تستطيع أن تعبر معي وطفل بلا ضمير. مجرد كبسة زر مشاركة مع الأصدقاء كلفته حريته ل10 أيام. إذن الاستماع جريمة محتملة، استخدام الأغنية بروفايلك جريمة، ومشاركتها مع الأصدقاء جريمة. طيب ماذا عن مجرد نشر فيديو قصير في حالة ثالثة لرجل عمره 32 سنة؟ بالضبط، هذا الرجل استخدم أغنية اسمها أنا الحياة بفيديو قصير نشره على دوين النسخة الصينية من تيك توك، ونفس العقوبة 10 أيام في الحجز. لو ربطنا هالحالات الثلاثة ببعض بنشوف نمط واضح ورسالة ما فيها أي لبس. الجريمة ما عادت بس إنتاج الموسيقى أو غنائها، الجريمة توسعت لتشمل الاستماع، التخزين على التلفون أو المشاركة. هاد بحول فعل يومي بسيط وبريء تماماً اللي هو الاستمتاع بالثقافة لعمل محفوف بالمخاطر. كل شخص بصير مسؤول مش بس عن اللي بيقوله أو بكتبه بل عن اللي بيسمعه كمان. وهذا هو الهدف النهائي، خلق مناخ من الرقابة الذاتية الشاملة. قبل ما تسمع أغنية لازم تفكر، هل هي آمنة؟ هل هي بالقائمة السوداء؟ ممكن حدا يبلغ عني؟ طيب شو المفروض الناس يعملوا بهيك واقع؟ بنهاية جلسة التلقين المسؤول ما ترك الموضوع للتكهنات، قدم للموظفين إرشادات واضحة ومحددة، وكانت التعليمات صارمة ومباشرة جداً. نعم، وهي التعليمات هي فعلياً دليل المستخدم للعيش بهاي البيئة الجديدة. أولاً، نزلوا الموسيقى بس من التطبيقات الرسمية المعتمدة من الدولة. مفهوم. ثانياً، اعتبروا أي أغنية ما بتقدروا تلاقوها بمحركات البحث الرسمية أغنية مشبوهة. وثالثاً وهي الأخطر، بلغوا الشرطة أو اتصلوا بالطوارئ عشان تبلغوا عن أي محتوى بتشكوا فيه. والإرشادات تنتهي بتحذير نهائي ما بيحتمل أي تفسير غلط. لا تختبر حظك. هاي مش نصيحة، هذا تهديد مباشر. هاي التعليمات هي حجر الأساس لبناء نظام مراقبة شامل، نظام ما بيعتمد بس على تكنولوجيا الحكومة بل على المواطنين نفسهم. لما ينطلب من الناس يبلغوا عن جيرانهم وأصدقائهم بسبب أغنية، فأنت بتحول المجتمع كله لجزء من جهاز الأمن. الدولة بتبطل محتاجة تتصنت على الكل طول الوقت، لأنه الناس بتبلش تراقب حالها وتراقب بعضها. المقال بيذكر رقم محدد قاله المسؤول بالجلسة، وهو إنه في 149 ألف تلفون ذكي مسجل بهاي المقاطعة لحالها. هذا ما كان رقم عابر، صح؟ أكيد لا، كان تذكير بالقوة والقدرة على المراقبة. الرسالة هي عنا 149 ألف نقطة مراقبة محتملة بجيوبكم. كل تليفون هو جهاز ممكن نراقبه. الهدف مش بس حظر قائمة معينة من الأغاني، الهدف هو تغيير السلوك الثقافي نفسه، هو زرع شعور بالشك والخوف بالعادات اليومية اللي كانت تعتبر طبيعية جدا، مثل الاستماع لأغنية قديمة من جدك أو مشاركة لحن شعبي مع الأصدقاء بمناسبة معينة. بالضبط. كل هاي الأفعال اللي كانت تشكل الروابط الاجتماعية والثقافية بتتحول هلأ لأسباب محتملة للمراقبة والعقاب. المقال بيلخص هذا الواقع المر بعبارة قوية ودقيقة. في تركستان الشرقية اليوم لم تعد الموسيقى مجرد شيء يسمع، بل أصبحت شيئاً يمكن مراقبته ومعاقبته واستخدامه لقياس الولاء.
يعني الموسيقى صارت أداة للفرز بين المواطن المطيع والمواطن المشتبه به. تماماً. إنه تحول جذري ومخيف. إحنا بدأنا هذا النقاش بقائمة أسماء أغاني بتبين بريئة وعاطفية، وانتهينا بفهم نظام كامل بيشتغل على تفكيك ثقافة كاملة وإعادة تعريفها كخطر أمني، من أغنية عن الصداقة لتهمة التحريض على الانفصال. المسافة بينهم اتمحت بالكامل. وهاد بتركنا مع فترة أخيرة ومقلقة نفكر فيها. لما توصل دولة لمرحلة تقدر فيها تصنف أغنية عن الشوق للوطن أو عن ألم فقدان الأب أو حتى تهويد الطفل كتهديد وجودي إلها، شو بيكشف هذا الإشي عن طبيعة العلاقة بين الفن والذاكرة والسلطة؟ وشو بيصير لثقافة كاملة، لروح شعب، لما يتم التحكم بمفرداته العاطفية الأساسية؟ الحب، الحزن، الفخر، الحنين، ومراقبتها وتجريمها بهي الطريقة الدقيقة والممنهجة. بيصير الحزن نفسه أو الشوق أو الفخر بالهوية أفعال سياسية بتستدعي الشك والعقاب. اليوم نناقش مشروعاً يوثق عناوين الأغاني الأيغورية ويترجمها، ومعه تقرير يكشف كيف أن هذه الأغاني نفسها تستخدم كأدلة اتهام. العمل ده بيحط الثقافة في مواجهة مباشرة مع القمع، لكننا هنشوف إزاي ممكن نخلي المواجهة دي أقوى وأوضح. أول ما لفت انتباهي بصراحة هو أني كنت بتعامل مع ملفين، ملف للقاموس وملف ثاني للتقرير، ولقيت نفسي طول الوقت رايح جاي بينهم، أحاول أربط الأغنية هنا بالتصنيف بتاعها هناك. فهمت قصدك. حسيت إن في قوة كبيرة جدا ضايعة بسبب الفصل ده. دي ملاحظة في الصميم. الفصل ده بيخلق احتكاك، بيحط عبء الربط كله على القارئ، كأنك بتديله قطعتين من خريطة وبتقوله يعني جمعهم انت مع نفسك عشان تشوف الصورة الكاملة. بالظبط. وكتير من الناس مش هيعملوا الخطوة زيادة دي، وبالتالي هتضيع منهم أهم نقطة في المشروع كله، اللي هي إيه؟ إن كل أغنية جميلة في القاموس ده هي في نفس الوقت دليل إدانة محتمل في مكان تاني. تماماً. القاموس لوحده تحسه إنه مشروع أكاديمي لغوي، والتقرير لوحده قطعة صحفية عن حقوق الإنسان. السحر الحقيقي بيحصل في اللحظة اللي القارئ يشوف فيها أغنية عن حب الوطن ويفهم فوراً إنها مصنفة كتحريض على الانفصال. إزاي ممكن نخلي الربط ده فوري؟ أعتقد الحل يكمن في دمج المحتوى في وثيقة واحدة متماسكة، بحيث يتحول القاموس من مجرد قائمة لشهادة حية. يعني نحطهم في نفس الملف وخلاص؟ مش بس كده، الفكرة إننا ننسج سياق القمع ده جوه بنية القاموس نفسه. تخيلي معايا إنك مش بتقدمي قائمة أغاني، لأ، أنت بتقدمي مسرح جريمة ثقافي، وكل أغنية فيه هي دليل. مسرح جريمة ثقافي، حبيت التعبير ده. طيب عملياً ده ممكن يكون شكله إيه؟ هل هنضيف فقرات طويلة جنب كل أغنية؟ ممكن الموضوع يبقى زحمة قوي. بالعكس، ممكن يتم بلمسات بسيطة جداً وذكية. يعني لكل أغنية مذكورة في التقرير إنها إشكالية، ممكن ببساطة نضيف جنبها رمز بصري، علامة تحذير مثلاً. إشارة بصرية سريعة. بالظبط، الرمز ده لوحده بيغير طريقة قراءة العنوان تماماً، كأنه بيقول بصوت خافت انتبه، الكلمات دي مش بريئة زي ما تبدو. فكرة مثيرة جداً. وبعد الرمز ده ممكن يجي تعليق توضيحي صغير ومباشر، جملة واحدة. فمثلا جنب أغنية أنا يرت أو وطني تظهر جملة مصنفة ضمن الفئة الأولى، تحريف التاريخ والانفصالية. يعني في ثواني القارئ ربط بين الفن والسياسة. تماماً، من غير ما يحتاج يروح يدور في تقرير تاني، الدليل بقى قدامه مباشرة. وده معناه إن الإطار التحليلي اللي في التقرير اللي هو ال7 فئات لازم يكون جزء من القاموس نفسه. بالظبط. ممكن الوثيقة المدمجة دي تبدأ بمقدمة تشرح الفئات ال7 للأغاني الإشكالية. كده أنت مش بتدي للقارئ قائمة أغاني وبس، لأ، أنت بتديله عدسة يشوف بيها القائمة كلها. تمام، بكده نكون دمجنا السياق جوه المحتوى، وده بيخليني أفكر في تنظيم المحتوى نفسه. حالياً هو مجرد قائمة مرقمة من 1 ل 120، طريقة عملية بس بتحسسني إنها عشوائية، بتخفي القصة الكبيرة اللي ورا الأغاني. أيوة، أنت لمست نقطة جوهرية. الهيكل مش مجرد وعاء للمحتوى، هو جزء من الرسالة. القائمة الرقمية دي بتقول إن كل أغنية عنصر منفصل، وإن الترتيب مش مهم. لكن الحقيقة غير كده. الحقيقة إن فيه أنماط ومواضيع مشتركة بترسم نسيج ثقافي كامل. الهيكل الحالي بيفكك النسيج ده بدل ما يظهره. إذن النقطة التانية
هي إن تصنيف الأغاني حسب الموضوعات ممكن يحول القاموس ده من قائمة ثابتة لأداة استكشاف ثقافي قوية. بالضبط، فكري فيها كأنها معرض فني. هل بتعلقي لوحات بترتيب وصولها للمتحف؟ لا طبعاً، بتنظميها حسب المدرسة الفنية أو الفترة أو الموضوع، عشان تساعد الزائر يفهم القصة الأكبر. وهو ده اللي ممكن نعمله هنا. نعمل أقسام موضوعية زي أغاني الوطن والمنفى، أو أغاني الأسرة والروابط، أو أغاني ذات دلالات دينية. بس هنا في سؤال مهم، لما نبدأ نصنف الأغاني بالشكل ده مش ممكن نكون بنفرض تفسير سياسي على عمل فني ممكن يكون في الأصل بريء تماماً؟ سؤال ممتاز، والإجابة في رأيي هي إننا مش بنفرض تفسير، إحنا بنكشف عن تفسير تم فرضه بالفعل من السلطات. الأجندة السياسية موجودة أصلاً في قرارهم بتصنيف الأغاني دي كإشكالية. يعني تنظيمنا مجرد أداة لكشف استهدافهم الممنهج. بالظبط، تخيلي معايا قسم اسمه أغاني الوطن فيه 20 أغنية، والقارئ يلاحظ إن 15 منهم جنبهم علامة التحذير اللي اتكلمنا عليها. فجأة الموضوع ما بقاش مجرد أغاني فردية اتجرمت، لا، بقى نمط واضح، بقى فيه استهداف ممنهج لأغاني الوطن. وانتي كصاحبة المشروع ما قلتيش ده بشكل مباشر، انتي خليتي القارئ يكتشفه بنفسه. هنا الهيكل أصبح جزء من الحجة، بل يمكن أقوى جزء فيها. وممكن نروح لأبعد من كده كمان. بالإضافة للأقسام الثقافية نعمل قسم مخصص اسمه الأغاني المصنفة كإشكالية، وجوه القسم ده نقسم الأغاني حسب الفئات السبع بتاعت التقرير الرسمي. الفئة الأولى تحريف التاريخ، الفئة الثانية الترويج للتطرف، وهكذا. أيوة، هنا إحنا بنستخدم لغة النظام نفسه وأدواته عشان نعرض منطقه ونفككه. دي فكرة قوية جداً، كأننا بنقلب الطاولة عليهم بنفس أدواتهم. طيب إزاي ممكن نخلي التجربة تفاعلية أكتر؟ هنا يجي دور الوسوم أو التاجز. كل أغنية ممكن تاخد كذا وسم. أغنية زي أتنام قير ده اللي معناها أين والدي، ممكن نديها وسوم زي هاشتاج وأسرة، هاشتاج فقد، هاشتاج أشكالية فئة واحد. وده بيسمح للقارئ يتتبع الخيوط بين الأغاني؟ بالظبط، ممكن يبدأ بأغنية عن الأسرة ومن خلال الوسم يكتشف أغنية تانية عن الفقد، وبعدين يلاقي نفسه في قلب قائمة الأغاني اللي الدولة بتستهدفها. إحنا كده بنبني شبكة من المعاني مش مجرد قائمة. كل التغييرات دي، الدمج والتنظيم الموضوعي والوسوم، بتحول المشروع من مجرد مخزن معلومات لأداة تحليل واستكشاف حقيقية. وده بيخلينا نسأل عن الخطوة الجاية، يعني إيه الهدف النهائي؟ إيه اللي عايزين القارئ يعمله بعد كل ده؟ ودي النقطة الثالثة المفقودة. المشروع حالياً بصراحة بيفتقد لهوية واضحة ودعوة للعمل. مش واضح هو موجه لمين بالظبط؟ هل هو مورد للغويين، أداة للباحثين في حقوق الإنسان، ولا أرشيف للشتات الويغوري عشان يحافظوا على ذاكرتهم؟ من غير بيان مهم واضح، العمل ده بيفضل قطعة فنية متعلقة في فراغ. القارئ ممكن يعجب بيه، بس هيقفل الصفحة وخلص، لأنه مش عارف إيه المطلوب منه. وهنا النقطة الثالثة، تحديد هدف واضح للمشروع وإضافة دعوة مباشرة للمشاركة ممكن يوسع من تأثيره ويضمن استمراريته. يعني نحول القراء من مجرد مستهلكين سلبيين للمحتوى لمشاركين نشطين في المهمة. بالضبط، وده يبدأ بمقدمة قوية. تخيلي لو الوثيقة بتبدأ بجملة زي هذا ليس مجرد قاموس، إنه سجل للثقافة الأيغورية المهددة وقائمة بالأغاني التي تحولت من فن إلى دليل إدانة. الله! كل عنوان هنا يروي قصة مزدوجة، قصة الإبداع وقصة القمع. الجملة دي لوحدها بتغير كل شيء، بتدي للقارئ مهمة وبتدي للعمل غاية أبعد من مجرد التوثيق. وهي بتمهد للدعوة للعمل في الآخر. بعد ما القارئ يمر بكل التجربة دي لازم يلاقي في النهاية قسم واضح عنوانه شارك في الحفاظ على الذاكرة. ده اللي هيحول المشروع من وثيقة ثابتة لأرشيف حي. تماماً. طيب، وممكن نطلب منهم إيه في الدعوة دي؟ ممكن تكون الدعوة على كذا مستوى. المستوى البسيط إننا ندعو الناس يبعتوا عناوين أغاني زيادة ممكن تكون ناقصة، أو يقترحوا ترجمات بديلة أدق. ده يثري القاموس نفسه. والمستوى الأعمق والأهم إننا ندعوهم يشاركوا بقصصهم الشخصية المرتبطة بالأغاني دي. زي إيه مثلاً؟ الأغنية دي بتفكرك بإيه؟ سمعتها فين أول مرة؟ إيه ذكرياتك معاها؟ وممكن كمان نطلب منهم يوفروا روابط لتسجيلات الأغاني دي أونلاين عشان نربط النص بالصوت والترجمة بالتجربة الحية. بكده المشروع ما بقاش مجرد قائمة عناوين؟ لا، بقى منصة مجتمعية للذاكرة الجماعية.
مكان الأويغوريين في الشتات يتقابلوا فيه ويشاركوا ويبنوا مع بعض أرشيف بينمو وبيتنفس بمساهمتهم. يعني إحنا مش بس بنبني قاموس، إحنا بنبني مجتمع حواليه. أنت بتبني صمودا رقميا، كل قصة بتضاف، كل رابط تسجيل بيتشارك، كل عنوان جديد بيتبعت هو فعل صغير من أفعال المقاومة الثقافية، وده بيحول المشروع من عمل فردي عظيم لجهد جماعي مستمر. إذن لو هنلخص الأفكار الرئيسية فنحن نقترح 3 نقلات. الأولى الانتقال من وثيقتين منفصلتين لسردية واحدة متكاملة عن طريق دمج التقرير والقاموس بالرموز والتعليقات المباشرة. الثانية الانتقال من قائمة رقمية ثابتة لأداة استكشاف تفاعلية عن طريق إعادة الهيكلة حول موضوعات بتكشف أنماط الاستهداف. وأخيراً النقلة الثالثة هي تحويل المشروع من وثيقة صامتة لأرشيف حي وناطق بتأطيره بمقدمة قوية وخاتمة بتدعو المجتمع للمشاركة في بنائه. تماماً، التعديلات دي هترفع المشروع من كونه توثيق مهم، وهو بالفعل كده، لأداة نضالية فعالة وقوية للحفاظ على الثقافة ورواية قصة ملحة بطريقة لا يمكن تجاهلها. أنت بتحول البيانات لشهادة والقائمة لحركة. نحن نشجعك بشدة على استكشاف هذه الأفكار، ونتطلع حقاً لرؤية النسخة المحدثة من هذا العمل الهام. مرحباً بكم في الحوار. تخيلوا معي أن الأغنية اللي غنتها جدتكم عشان تهديكم وأنتوا أطفال، أو الأغنية اللي رقصتوا عليها بعرس صاحبكم، فجأة تصير دليل على التطرف. هاد مش افتراض، هاد هو الواقع اللي بيكشفه تسجيل صوتي مسرب من جلسة تلقين فكري في كاشغار. صنفت فيه السلطات الصينية مئات الأغاني الأويغورية على إنها إشكالية. نقاشنا اليوم بيركز على سؤال محوري: هل هذا التصنيف إجراء أمني ضروري وحتمي لمواجهة خطر التطرف، أم إنه بجوهره حملة ممنهجة لمحو هوية ثقافية كاملة؟ من وجهة نظري هاي السياسة هي قمع ثقافي صريح بيتم فيه تجريم التعبير الفني اليومي اللي بيحافظ على الذاكرة والهوية وبيتعامل معه كأنه تهديد وجودي للدولة. وأنا رح أقدم وجهة النظر المقابلة. هلأ بالرغم من إنها هاي الإجراءات بتبين قاسية أكيد، إلا إنه ما بنقدر نفهمها إلا من خلال منظور الدولة الأمني. من هاي الزاوية، هاي مش مجرد أغاني، هاي أدوات محتملة في حرب أيديولوجية. رح أجادل إنه هاي السياسة من وجهة نظر بكين هي رد فعل وقائي على اللي بتعتبره تهديدات حقيقية وملموسة للاستقرار الوطني، بحيث تستخدم هاي الأغاني مثل حصان طروادة لنشر أيديولوجيات مزعزعة للاستقرار. موقفي بينطلق من طبيعة الأغاني المحظورة نفسها. إحنا ما عم نحكي عن أناشيد جهادية حديثة أو دعوات صريحة للعنف. كثير من هاي الأعمال زي يورتم وطني أو أنا تليم لغة الأم هي جزء لا يتجزأ من التراث الشعبي الأويغوري، انغنت عبر الأجيال، والأهم من هيك إنها كانت معتمدة من الرقابة الرسمية وكانت تبث على التلفزيون الحكومي لسنوات. فجأة صارت هاي الأغاني غير قانونية. التغيير ما صار على الموسيقى، لا، التغيير صار على مدى تسامح الدولة مع أي تعبير ثقافي أويغوري خارج السيطرة المطلقة للحزب. هذا اللي أنا بسميه التجريم بأثر رجعي، وهو بيثبت إنه القانون هون مش مبدأ ثابت، هو أداة سياسية مرنة بتستخدم حسب الحاجة. والفئات السبعة للأغاني الإشكالية اللي حددوها فضفاضة لدرجة إنها ممكن تشمل أي شيء تقريبا، من أغاني الحب اللي بتذكر كلمة حلال لأغاني بتعبر عن شكاوي من الواقع. لما توصل الأمور لهون فمعناته إنه الثقافة الأويغورية بحد ذاتها مش مجرد أغنية، هي اللي بتتعامل كتهديد لازم احتوائه. متفهمة تماماً ليش هذا الإشي بيبين قمعي، بس عشان نفهم منطق الدولة لازم ناخد كلامهم على محمل الجد زي ما ورد بجلسة التلقين نفسها. المبدأ الأساسي اللي انطلقوا منه واضح وصريح: زعزعة استقرار أي مجتمع بيبدأ من اختراق أيديولوجيته وإفسادها. من هذا المنطلق الموسيقى مش مجرد فن، هي ساحة معركة، خط أمامي بالدفاع عن الاستقرار. الرواية الرسمية بتقول إن القوى الغربية المعادية وما يسمى بالشرور الثلاثة، الانفصالية والتطرف والإرهاب، بتستغل الثقافة والموسيقى لنشر أفكار الجامعة الإسلامية والجامعة التركية، وهي الأفكار بتعتبرها الدولة تهديد وجودي لوحدة أراضيها. عشان هيك لما نشوف الفئة الأولى من الأغاني المحظورة بتستهدف الأعمال اللي بتشوه تاريخ الأويغور وبتحرض على الكراهية العرقية والانفصالية، فهذا بيتماشى تماماً مع هاي العقيدة الأمنية.
من هذا المنظور البارد والبراغماتي، أغنية بتتغنى بالوطن الأيغوري بحدوده التاريخية ممكن تفسيرها بسهولة على إنها بتحمل رسالة انفصالية، وهذا بيخلي حظرها إجراء وقائي ضروري مش مجرد قمع عشوائي. بس هذا المنطق الأمني بينهار تماماً لما نشوف نطاق الحظر الفعلي. يعني هو مش إجراء جراحي دقيق، لا، هو أشبه بقصف عشوائي. المسؤول بنهاية الجلسة بيحاول يقلل من الموضوع وبقول إنه الحظر بيشمل حوالي 120 أغنية، بس القائمة المذكورة بالتسجيل يعني أطول من هيك بكتير. والأخطر هو غموض الفئات. خلينا ناخذ الفئة الخامسة كمثال، اللي بتحضر الأغاني اللي فيها شكاوى من الواقع. بالله عليك، شو هو الفن إذا ما كان مرآة للواقع بشكاويه وأفراحه؟ هاد معناه إنه أي أغنية بتحكي عن الفقر أو الظلم أو حتى الحنين للماضي ممكن تتصنف كإشكالية. هاد مش استهداف لأيديولوجية محددة، هاد استهداف للتجربة الإنسانية المعاشة نفسها. أنا بوافقك إنه مصطلح شكاوى من الواقع بيبين سخيف من منظور فني، بس من منظور أمني متشدد هم ما بيشوفوا الموضوع هيك، هم يشوفوا تدرج خطير. الخطوة الأولى هي الشكوى من الواقع، والخطوة الثانية هي التشكيك بسياسات الحزب الحاكم، والخطوة اللي بعدها هي تبني الفكر الانفصالي. من وجهة نظرهم في خط مباشر بيربط بين هاي النقاط. أغنية زي أنا يورد الوطن الأم للفنان أبليجان أويت أيوب اللي بيعدد فيها أسماء مدن تركستان الشرقية زي كاشغر وخوتن وأورمتشي ممكن تبين إلا مجرد أغنية وطنية جميلة، بس بالنسبة لمحلل الأمني في بكين هاي الأغنية بترسم حدود لأمة متخيلة ومستقلة وبتقوي هوية منفصلة عن الهوية الصينية الموحدة اللي بيحاولوا يفرضوها. هم ما بيستهدفوا الموسيقى كفن، هم بيستهدفوا الرسائل اللي بيعتقدوا إنها بتقوض أسس الاستقرار الأيديولوجي. ولكن هل ممكن نعتبر أغنية زي الله يا، يعني تهويدة تقليدية الأمهات بيغنوها لأطفالهم، أداة لتقويض الدولة؟ هاي كمان انحضرت. شو التهديد الأيديولوجي بتهويدة؟ التهديد من وجهة نظرهم بيكمن بالتفاصيل. تهويدة الله فيها إشارات دينية مثل ذكر اسم الله. بالجو الحالي أي تعبير ديني مش خاضع لسيطرة الدولة حتى لو كان بسياق ثقافي بحت زي تهويدة بيعتبر نقطة دخول محتملة للي بيسموه التطرف الديني. ممكن يبين الإشي متطرف إلنا، بس هو منطقي تماماً ضمن إطار حملة نزع التطرف اللي بتبناها الدولة واللي هدفها استئصال أي تأثير ديني من الحياة العامة. بالنسبة إلهم ما في شيء اسمه تعبير بريء، كل شيء إما بيخدم سردية الدولة أو بيقوضها. وهذا بقودني مباشرة لنقطة التجريم بأثر رجعي اللي بعتبرها الأكثر خبثاً بهاي الحملة. انت بتحكي عن السياق الأمني المتغير، بس هاد بتجاه الحقيقة إنه فنانين زي عبد الرحيم هيات اللي معروف بعندليب الأيغور كانوا فنانين الدولة بتحتفل فيهم. أغانيهم اللي بتعتبر هلأ متطرفة كانت تعرض على التلفزيون الحكومي المركزي. هل تغيرت كلمات الأغاني أو ألحانها؟ لا، اللي تغير هو المناخ السياسي. إنك ترجع فجأة تصنف فن كنت بتروج له على إنه غير قانوني هو عمل من أعمال الغدر الثقافي. هاي رسالة مرعبة للسكان. كل شيء كنتوا تعتبروا جزء أصيل من ثقافتكم مارح هو جريم اليوم. هاد ما بيمحي الأغاني بس، هاد بيمحي الذاكرة الجماعية وبيخلق حالة من الارتباك والشك الذاتي، وهي أدوات قوية جدا للسيطرة الاجتماعية. أنا ما بشوفه غدر قد ما بشوفه تكيف مع تهديد متغير. رواية الدولة ما بتنكر وجود هاي الأغاني بالماضي، بالعكس هي بتقول أنه طريقة استخدامها وتوزيعها اتغيرت جذرياً. الفيديو التعليمي اللي انعرض بالجلسة المسربة كان واضح جداً بهالنقطة. شبكة الاتصالات هي في الخط الأمامي للمعركة الأيديولوجية. التركيز كله على العصر الرقمي. أغنية كانت تعتبر غير ضارة نسبياً لما تنبث على قناة حكومية ممكن التحكم بسياقها، بتصير شيء مختلف تماماً لما يتم تداولها على منصات زي دوين أو ويتشات. ممكن ترفق بصور أو تعليقات باعتبروها تحريضية وتوصل لملايين الشباب بدقائق. بس هل يعقل إنه الرد على مراهق بيشارك مقطع فيديو هو السجن؟ من منظور الدولة نعم. الموافقة السابقة على الأغنية ما بتهم إذا كان استخدامها الحالي بهذا السياق الرقمي الجديد يعتبر تهديد أمني متجدد. الخطر مش باللحن بحد ذاته، بل بانتشاره الفيروسي خارج سيطرة ورقابة الدولة. هم بينظروا لكل مشاركة على إنها فعل محتمل لنشر فيروس أيديولوجي. عشان هيك هم ما بيشوفوا تناقض بحظر أغنية كانوا يروجوا لها قبل. بالنسبة لهم ساحة المعركة تغيرت، وبالتالي لازم تتغير الأسلحة والقواعد.
وهذا بياخدنا للعقوبات والمراقبة. إذا كانت هاي عن جد معركة أيديولوجية، فالأسلحة المستخدمة غير متناسبة أبداً. النص المسرب بيذكر حالات محددة ومروعة، شاب اسمه ألف شين، وشاب تاني اسمه ميم شين، وشاب ثالث هو راء شين. كلهم تم احتجازهم لمدة 10 أيام بموجب قانون مكافحة الإرهاب. شو كانت جريمتهم الإرهابية الكبرى؟ استخدام أغنية محظورة كموسيقى خلفية بفيديو شخصي قصير على تطبيق كوايشو أو دويني. يعني إحنا عم نحكي عن صورة شخصية مع موسيقى بالخلفية. معاملة هذا الفعل كعمل إرهابي هو تجسيد للضبط الثقافي مش لإنفاذ القانون. والأكثر ترويعاً هي التعليمات الصريحة بنهاية الجلسة: راقبوا تليفوناتكم، راقبوا تليفونات أولادكم، بلغوا عن جيرانكم، اتصلوا بالشرطة إذا سمعتوا أغنية إشكالية. هذا ما بيخلق مجتمع آمن، هذا بيخلق مجتمع من الخوف والوشاية، بيصير فيه كل فرد شرطي على جاره. متفهمة تماماً كيف هاد بيبين مرعب وغير متناسب، بس لو حطينا حالنا للحظة بس بعقلية البيروقراطي المسؤول عن تطبيق القانون، فالأمر بيتبع منطق داخلي بارد. الحالات اللي ذكرتيها ألف، راء، ميم بتتقدم من قبل الدولة كانتهاكات واضحة ومباشرة للمادة 80 من قانون مكافحة الإرهاب الصيني. هاي المادة بتتعلق بإنتاج أو تنزيل أو تخزين أو نشر مواد متطرفة. من وجهة نظر رجل الشرطة أو القاضي اللي بيطبق القانون، السياق ما بهم إذا كانت النية فنية أو شخصية. المنصة الرقمية هي مجرد وسيلة، والجريمة هي نشر المحتوى المحظور. والعقوبة 10 أيام احتجاز إداري هي على الأغلب العقوبة القياسية لمخالفة زي هاي بموجب هاي اللوائح. هم بيطبقوا قانون صارم ومطلق على واقع ثقافي معقد، والنتيجة هي هاي الحالات اللي بتبين إلنا سخيفة ومأساوية. أما التعليمات الوقائية فالدولة بتقدمها على إنها إرشادات للصحة العامة، زي التحذير من عمليات الاحتيال على الإنترنت. بس هون هي الصحة أيديولوجية، هي بتحط المسؤولية كاملة على الفرد ليكون يقظ، وهذا هو جوهر عمل الدولة الأمنية الشمولية. بالنهاية كل الأدلة اللي ناقشناها اليوم، من طبيعة الأغاني المحظورة اللي بتشمل التهويدات وأغاني الحب، للتجريم بأثر رجعي لفنانين كانوا رموز وطنية، وصولاً للعقوبات المرعبة على أفعال بسيطة، كلها بتشير لاتجاه واحد. هاي مش حملة أمنية، هاي حملة لمحو الذاكرة. الإطار القانوني المزعوم هو مجرد غطاء لتجريم ارتباط الأويغور بوطنهم، بلغتهم، بدينهم وبتاريخهم. الهدف النهائي مش منع هجوم إرهابي، الهدف هو قمع هوية ثقافية متميزة واستبدالها بسردية الحزب الواحد. وأنا بختم بالقول إنه بالرغم من النتائج القمعية لهاي الإجراءات، إلا إنها بتتفق تماماً مع العقيدة الأمنية المعلنة للدولة، اللي بتعطي الأولوية القصوى للاستقرار والتوافق الأيديولوجي فوق كل اعتبار تاني، بما فيه الحرية الثقافية. الحكومة في بكين بتشوف تهديد حقيقي وملموس من قوى الانفصالية والتطرف الديني، وبتعتبر إنها هاي الأغاني خصوصاً بالعصر الرقمي هي ناقل رئيسي وخطير لهذا التهديد. من هذا المنظور، السيطرة على الثقافة مش هدف بحد ذاتها، هي وسيلة ضرورية لتحقيق هدف أسمى بالنسبة لهم، وهو ضمان الأمن القومي ووحدة البلاد، والحق الأساسي بالتعبير عن الهوية الثقافية. وهذا بيوضح كيف إنه الموسيقى والفن اللي غالباً بنعتبرها ملاذ آمن وبعيد عن السياسة، ممكن تصير وبشكل متزايد ساحات معركة مركزية بالصراعات الحديثة حول الهوية والتاريخ والسيطرة. وبيتركنا قدام سؤال مفتوح: وين بينتهي الخط الفاصل بين حماية أمن المجتمع ووين بيبدأ قمع روحه؟